السلام عليكم متابعي قناة سبور ماتش، مرحبا بكم في فيديو جديد. الجامعة التونسية تعاقب جماهير الترجي الرياضي التونسي. ما يجب الإشارة إليه في البداية أن الترجي قام بالعديد من المحاولات لإيجاد ملعبا يحتضن اللقاء المذكور، لكن دون جدوى ليقع القبول على ملعب حمام الأنف. أما فيما يخص برمجة المباراة بدون حضور الجمهور فإننا نشير إلى ملعب حمام الأنف مؤهل لاحتضان 500 متفرج فقط في المقابلات الرسمية. وبما أن مشتركي الترجي الرياضي التونسي يتجاوزون 10,000 قررت السلطة المشرفة برمجة اللقاء بدون حضور الجمهور، والذي يعاقب الفريق رياضيا باللعب بملعب غير متعود عليه، وهو ما يلغي عنصر تكافؤ الحظوظ بين الترجي وبين الأندية المنافسة. زد على ذلك غياب أنصاره مقابل حضور أنصار الفريق المنافس بكثافة، وحرمان الفريق من مداخل مبارياته المهمة في المرحلة الأولى من البطولة الوطنية، وهذا يعمق من الأزمة المالية التي تمر بها كل الأندية، إضافة إلى استحالة الحديث عن تحسين المستوى الفني للترجي الذي ينافس على عدة أصعدة في مثل هكذا ظروف صعبة. كما أن هذا القرار يعاقب أكثر من 10,000 مشترك من المكشخين. لهنا نكون وصلنا لآخر الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلكم الأخبار الحصرية.